باء. يأتي تأسيس الدين الجديد والإله الجديد في صدارة الأعمال المهمة للكاهن. وحسب تفسيري فجوهر اختراع الكهنة السومريين للدين يتجسد في تشكيل حلقة الوصل لسد ما يبدو وكأنه فراغ أو انقطاع لمرحلة الانتقال من عبادة الطوطم القديمة نحو الأديان الإبراهيمية المتجاوزة للوثنية. إنهم ينشئون خليطا من الإله بصفته مصطلح القوة الناظمة للسماوات، ومن دين الطوطمية المحدد لهوية المجتمع. فالكل يجمع على الرأي القائل بأن الطوطم تعبير عن الهوية المحددة للجلان، وكذلك للعشيرة التي هي أوسع من الجلان. فكل شيء مهم في حياة الجلان يغدو مرشحا ليكون طوطما، وغالبا ما تتخذ الجلانات من الموجودات التي تعبر عن القوة أساسا لها في الإشارة إلى الطوطم. وما التسميات التي ما نزال نصادفها في أسماء القبائل سوى بقايا من تلك المرحلة، من قبيل الأسد، الصقر، الأفعى، الذئب، الشمس، الريح، المطر وغيرها من أسماء النباتات والأشجار المهمة. ومدى تشييد القدسية المتمحورة حول المرأة الأم كقوة محركة للعهد النيوليتي، يماثل هنا قوة الكاهن الرجل، حيث أن ممثلي الطوطمية والإله السماوي يكتسبون الأهمية مرموزا إليها بالإلهة الأم التي ترمز إلى الخير والبركة. كان على الإلهة الأم أن تخوض بعد ذلك صراعا مريرا تجاه آلهة الكهنة السومريين، ونخص بالذكر النزاع بين أنكي إله الرجل الماكر وإنانا الرمز الأولي للإلهة الأنثى، حيث أصبح الموضوع المحوري الذي شغل الملاحم السومرية. يتستر اختلاف المصالح تحت هذا الصراع، ما أدى إلى نشوب النزاع على جميع الأصعدة بين المجتمع الريفي النيوليتي المتمركز حول القرى الكامنة في الحوض العلوي لما بين النهرين بريادة المرأة الأم، والمنغلق تجاه الاستغلال، وبين مجتمع المدينة المبتدأ بالتكاثر حديثا والمنشأ على يد الكاهن، والمنفتح لأول مرة على الاستغلال. هكذا ولدت المشاكل الاجتماعية الجادة لأول مرة في التاريخ، إذ ما من شك في أن الصراع بين القوى الموجهة لكلا المجتمعين ينبع من المشاكل الاجتماعية. لكن وكما نرى في التاريخ، فلغة هذا الصراع واصطلاحاته تتحدد من قبل أشكال الذهنية السائدة في تلك المرحلة، لأن أشكال الذهنية الراهنة لم تكن موجودة آنذاك، حيث لا يمكن التعبير عن المجتمع نفسه إلا بهوية شبه إلهية، لأن عقل الإنسان كان ما يزال بعيدا جدا عن مفهوم الهوية المجردة. كان عقل الإنسان في تلك المرحلة يعتقد بحيوية الطبيعة وبأنها مليئة بالآلهة والأرواح، وهو ليس بتفكير رجعي نسبة لليوم الراهن، بل وحسب اعتقادي إنه تصور متقدم وأقرب إلى الصواب. وأي مساس بالطبيعة قد تتمخض عنها نتائج خطيرة، ذلك أن لها قدسيتها ويجب الاقتراب منها بكل عناية واحترام وإجلال، وأي تجاسر بسيط تجاهها قد يؤدي لكوارث فظيعة، ما يتطلب تقديم القرابين والعطايا والنذور إليها كي لا تغضب أو تثور حفيظتها. هكذا يكتسب إرضاء المقدسات والآلهة أهمية عظمى، لدرجة أن تقديم الأطفال والصبيان والصبايا قرابين لها بات تقليدا سائدا ردحا طويلا من الزمن. إنه تقليد مرعب، ولكنهم كانوا يؤمنون ببقاء المجتمع صامدا ومتمسكا عبره. وقد تعرض هذا التقليد للتحريف والتحوير مدة طويلة على يد الكهنة والكاهنات، إلا أنه من المؤكد ارتباط مضمونه بالقدسية وحماية الذات. فكافة ضروب العلاقات بين التجمعات البشرية كان يعبر عنها بالعلاقات والتناقضات بين هذه المقدسات والآلهة. هكذا كانت قد أنشئت الذهنية واللغة، حيث لا وجود حينذاك للغة العلم الوضعي الراهن، فالبشرية لم تعرف لغة أو بالأحرى دين العلم الوضعي هذا إلا في القرنين الأخيرين. علينا ألا نغفل عن هذه الحقيقة أبدا لدى سعينا لتفسير التاريخ.